اخي بالنسبه لموضوع الافراج عن العفو. نعم. العفو اخي، هاي مهزله ولعبه من النظام السوري، كلنا بنعرفه وكل الشعب السوري بيعرفه. بعد شو يفرج عن المعتقلين السياسيين؟ شو مفضل علينا؟ هم اولاده هذول حتى يتحكم فيهم ويفرج عنهم ولا يطلعهم ولا يسجنهم؟ هذول بشر، هذول ناس 40 سنه و30 سنه صار لهم مسجونين، شافوا كل انواع العذاب بالسجون السوريه وبالسجون المخابرات السوريه. على شو مفضل علينا؟ بعدين حتى لو يفرج عنهم، هو بفكر بشار الاسد انه انتهى المشكل بيننا وبينه؟ احنا بعد ما نسينا اولادنا ودم اولادنا بالشوارع، صار مع مية المطر، تراب حوران ارتوى بدماء الشهداء. شو بده نسينا دم اولادنا؟ شو بدنا ننسى دم الطفل الشهيد حمزه الخطيب؟ هو وين؟ بشار الاسد وين عايش؟ خليه يطلع من تحت الارض، بس خليه يطلع من تحت الارض ويقابل الشعب، يقابل الناس. انا بدي اتحداه بس يقابل امراه واحده من درعا. طيب سيد عبد الله، يعني هناك من يسأل يعني ما هو الحلول الأخرى إن لم تكن هذه الخطوات التي يتخذها النظام السوري أو الرئيس السوري مجدية من وجهة نظرك؟ أخي الحلول كانت قبل ما يقتل أول شهيد بدرعا، قبل استشهاد أول شهيد المفروض هاي الخطوات بيسويها. شو بيسوي هو الخطوات هاي بعد ما راح 2000 واحد من درعا بس لوحدها 2000 شهيد من درعا؟ الخطوات هاي ما راح تفيده. مثل ما سيل دم اولادنا راح يسيل دمه ودم اولاده ودم عصابته، العين بالعين والسن بالسن والباقي اظلم. احنا اولاد حوران، اولاد درعا. هو جاهل ما بيعرف مين هي درعا ومين اولاد درعا. درعا راح تلحق، ولو بروح لعند ايران لو بيطلع لعند الله راح نحاسبه. وين ما راح بشار الاسد وعصابته راح يتحاسبوا. مثل ما سيل دم اولادنا راح يسيل دمه. شكرا. ما راح يفلت مننا بشار الاسد ولا عصابته. كل انسان شارك بقتل ابناء حوران وابناء سوريا، مو بس حوران، ابناء سوريا الشرفاء اللي وقفوا معنا وقفه شرف مع اهل درعا. كل انسان قتل شهيد من سوريا راح ينقتل، وكل واحد عذب اولاد طيب الناس. شكرا عبد الله الحوراني من سوريا. معنا احمد عمر غزال من السعوديه. السلام عليكم. وعليك السلام. كيفك استاذ احمد؟ اهلا بك يا سيد احمد. اول شيء نعزي اهالي الشهداء من الجيش والقوات المسلحه،